النهارده كمان صلاح عاشور يعني مضى للزمالك، مضى وقع للزمالك. وقع للزمالك، كانت في مفاجاه. جماهير الاهلي يا كابتن خالد زعلانه منك. ليه؟ ما اعرفش بتشكيلي وبتقول ان كابتن خالد بيقول ان رشح نادي الترجي ان هو يبقى فكل اللي بيكلمني بيشكي لي ان كابتن، قلت لهم طب يا جماعه دي توقعات، ما يعني ما ده عادي يعني. انا ممكن لما الزمالك او ترشح غير يعني غير الامنيه دي تفرق لا طبعا. بص هو يعني عايز اقول لحضرتك حاجه. هو انا في الراديو انا ومهيب عبد الهادي واحمد جلال ناقد رياضي، فبنقعد ناخد راي بعض في المربع الذهبي، مين يتوقع مين مع مين. فالاهلي هيلاعب الترجي، ونجم الساحلي هيلاعب اهلي طرابلس، وصن داونز مش فاكر هيلاعب مين، كان صن داونز والوداد تقريبا. صن داونز هيلاعب الوداد صحيح. فكنا بنقول مين هيلاعب مين، واتحاد العاصمه هيلاعب فيرافيارو الموزمبيقي. فرشحنا اتحاد العاصمه، ورشحنا النجم الساحلي، ورشحنا طبعا الصن داونز والترجي، ورشحنا انا رشحت الترجي. احمد جلال قال اضافات النادي الاهلي هتفرق، يعني هم عندهم 3 اماكن، لو اضافوا لعيبه مميزه ممكن تفرق. مهيب عبد الهادي قال لا الاهلي هيكسب. فانا ما برشحش الترجي يعني عشان جمهور الاهلي يزعل ولا حاجه، لا، انا بشوف الحاله اللي موجود فيها الفرقتين. النادي الاهلي صعد في اخر مباراه، وكان امام فريق ضعيف اسمه القطن الكاميروني. كمان الترجي هو اقوى فريق في البطوله، لم يهزم، استطاع ان يفوز على صن داونز في صن داونز. امكانيات لعيبته عاليه جدا، لعيبه كتير منهم مثلوا منتخب تونس امام مصر، اما مصر اتغلبت من تونس. نمره اهم كمان ان اللي بيطلع اول مجموعته بيلعب المباراه الاياب على ارضه، يعني وهي مباراه ذهاب واياب. فاذا المباراه الاولى هتكون في استاد الجيش ببرج العرب، هتكون يوم 10/9، وهتكون بعد ماتش اوغندا رايح جاي. خد بالك دي عامل مهم نفسي مهم جدا. انت كسبان ولا مش كسبان؟ انت كسبان ماتشين اوغندا وعامل بتاع نفسيا عالي، ممكن يفرق الموضوع شويه مع النادي الاهلي، بالاضافه للاجهاد. بالاضافه ان طالع بطوله عربيه واجهاد زائد عن الحد فالترجي الماتشات اللي انا شفتها للاهلي والترجي، الترجي اقوى دلوقتي. لكن مش معنى ان انا بقول ان توقعاتي ان الترجي هو اللي يصل ان انا كده دي امنيات، يعني كلنا نتمنى النادي الاهلي يصل. لكن انا بقول من منطلق ان انا لعيب كوره، يعني من منطلق ان انا لعيب كوره شايف ان الفرص الترجي ولاعيبته، وعندهم مدرب مخضرم جدا، اي فوزي البنزرتي ده مدرب التاريخي بتاع تونس، وعامل طفره. راح مع النجم الساحلي خد بطوله الدوري وخد الكونفدراليه، راح السنه اللي فاتت مع الترجي خد الدوري وماشي كويس جدا في طبعا والترجي على فكره عنده اضافات قويه جدا الايام اللي جايه، يعني هيستدعي اكتر من 2 أو 3 لعيبه جداد هيتحطوا في القائمه الافريقيه. فاذا الترجي فريق قوي جدا جدا جدا. النادي الاهلي يمتلك خبرات، لا ما نقدرش نقول ان الاهلي هيتغلب من الترجي، ما نقدرش نقول الترجي يكسب، لكن مباراه قويه جدا. لكن كابتن عصام عبد الفتاح، اتفضل كابتن داون. طيب الترجي والنادي الاهلي لو الاهلي عمل صفقات جديده الاهلي وايدها هيوصل، غير كده الاهلي هيوصل. الاهلي حظه عالي على الترجي، بس مش حاجه اسمها حظه، لا كعبه عالي على الترجي. ماليش دعوه بكعبه. الاهلي يا جلال، وانت غلال لو الاهلي عمل صفقاته ماليش دعوه ماليش دعوه. لا غير كده يبقى الترجي هيوصل. لا يعني لو جاب مثلا هشام محمد يبقى الاهلي هيوصل. انا يعني حاجه غريبه جدا، الناس يعني موجوده يعني عمل وليد ازارو خلاص. ايوه ماشي، وايمن اشرف ماشي يتأيدوا اصلا ان هو يعني لو وليد ازارو تخيل هيوصل. يا ابني لا اهلي فكره يا جماعه ما نقعد نقول الاهلي مروان محسن وليد ازارو وعندنا هشام محمد، الناس ديت لو متأيده هتعمل فرق مع النادي الاهلي. غير كده الوضعيه الحاليه الاهلي بمنحدر يا جلال. طيب انا بقى بقول ان الترجي اقرب للوصول والله العظيم ابدا. انا بقول لك ايه، انا في كل الايام اللي فاتت قلت لك الاهلي هيوصل في المجموعه دي حتى بعد تعادل مع تراهن على الماتش دوت. انا ما راهنش، انا بقول لك انا بقول لك انا كلاعب كوره لنهائي افريقيا. انا كلاعب كوره شفت الترجي الاهلي شوفوا بقى، ما تشوفوش الاهلي هيوصل.
لا انت بتتكلم كمشجع يعني؟ لا بتكلم ككوره. ماشي ككوره، ما لا، تقعدش بقى ككورة. تعيش مع المستمع لا، وتبين له ككورة. بقى ان انت الواد الاهلاوي لا، الجامد، بتكلم وان انت ككورة. بقى بقول لك ايه، بتكلم احنا نتكلم ككورة. كوره يا باشا. مالك نتكلم كده، كوره، مالك هتقعد كده. بقى تعمل فيها مالك منفسن لا انا بقول لك كده. الاهلي منفسن ليه؟ والله منفسن العظيم ليه؟ نفسي، أمال اقسم إيه؟ بالله ابدا انا امال بتكلم ايه؟ كوره. منافسين حتى فرقه الترجي مصريه حاليا بتلعب افضل في من الاهلي افريقيا. والله هو ايه النفسنه اللي ما هو انت اذا فيها كان دي؟ هو منافسن فانت مجامل برضه يا مهند. لا مش برافو مجامل. عليك. يعني لا، إذا كان هو أجامل منافسن ليه؟ فأنت بقول مجامل. لك ايه، اطلع يا راجل بطل. هو الاهلي يا راجل بيتجامل مالكم يا راجل، بلد يا والله راجل. العظيم ما يا عندكم راجل فكره. حرام الاهلي عليكم بقى. بيتجامل على حرام اخر عليك. لا الزمن. انت احنا لا. بنجامل انت الاهلي. تعمل فيها اهلاوي ولا ايه بقى؟ ما ولا حرام عليك أهلاوي بقى يا ولا عم بقى. جماهير اطلع الأهلي يا عم.